عايز احكي لكم قصة كده. عاملين ايه؟ بقالي كتير ما عملتش فيديوهات على القناة، بس لو انتم متابعيني على الانستجرام المفروض تتابعوني، هتلاقوني بعمل شوية حركات كده وشغل كتير، فتابعوني على الانستجرام هتنبسطوا قوي. المهم، بمناسبة الصندوق بتاع اللابتوب دوت، انا معيش اللابتوب ده دلوقتي، بس هو ليه قصة كده مهمة قوي عشان نبدأ بيها الفيديو دوت. وهي انا كنت جايبه لواحد صاحبي بيشتغل في البرمجه وكده، ربنا يبارك له فيه، بس كنت عايز اجيبه هنا في وقت ضيق. هو طلبه مني لما عرف ان انا نازل مصر، فكنت مزنوق في الوقت ان انا اجيبه له، وفعلا طلبته. بس كان في مشكله، او هو في كذا مشكله يعني بصراحه. اول حاجه ان هو كان عايزني اجيب له لابتوب فيه كيبورد عربي وانجليش، ودوت مش منتشر قوي هنا في المانيا. فطلبته، والمفروض الجهاز هيجي من الصين وبعد كده يعدي على دبي وبعد كده يجي المانيا. اول ما طلبته الدنيا كانت تمام ومفيش اي مشكله، بس بعديها بيومين ولا حاجه لقيت جاي لي ايميل بيقول لي ان الفلوس فيها مشكله ما اتسحبتش وهنلغي الطلب بتاعك. فكلمت خدمه العملاء، رد عليا الاول واحد الماني ما فادنيش باي حاجه خالص تقريبا، وبعد كده حاولت محاوله تانية، اتصلت رد عليا بقى واحد تاني خدمه عملاء زي العسل اسمه حسام تقريبا، مصري، ظبط لي الدنيا بحيث ان انا الطلب بتاعي ما يتلغيش ويوصل الجهاز، وبعد كده موضوع الفلوس تتظبط بعدين. هو كانت في مشكله كده في البنك انا ما كنتش فاهمها قد كده، بس هو حل لي الموضوع. لان انا لو انا كنت استنيت ان الطلب ده يتلغي واطلب من جديد واظبط موضوع البنك ويجي لابتوب جديد، هكون انا سافرت مصر وقضيت نص المده تقريبا، ما كانش هينفع. ولحسن حظ صاحبي الدنيا مشيت تمام واللابتوب وصل، مش مبقي منه غير كرتونته. اللابتوب دلوقتي معاه، بس شاهد في الامر ان انا اللي ساعدني او اللي كلمته في خدمه العملاء بالالماني، وبالمناسبه كان الالماني بتاعه كويس جدا. يعني انا بس لقطت حته كده ان هو بيتكلم الماني بلهجه مصريه شويه، فكلمته قلت له انت مصري، خصوصا ان انا شكيت اصلا في اسمه. قال لي انا مصري، وكمل لك كلام بالعربي. ودي على فكره مش اول مره تحصل معايا ان انا اكلم خدمه عملاء في حاجه معينه ويطلع الشخص دوت مصري. بس المميز في القصه ديت ان الكول سنتر اللي رد عليا واحد مصري بيتكلم الماني في شركه مش قليله وبتهتم جدا بخدمه العملاء زي شركه ابل. معنى كده ان احنا وصلنا في موضوع الكول سنتر باللغات الاجنبيه لليفل تاني خالص، لدرجه ان في ناس مصريين بيشتغلوا في شركات كبيره بلغه غير لغتهم زي شركه ابل. ومش عايز اقول لكم ان تقريبا رينج من 30 ل 50% من المرات اللي انا كلمت فيها خدمه عملاء، خصوصا لشركات كبيره، شركه الموبايل، شركه امازون، الحاجات المشهوره ديت، باي بال كمان، كان اللي بيرد عليا ناس مصريين وبيتكلموا الماني بدرجات في نقول متوسط لحد ليفل خارق. انا ما بعرفش ان هو مصري او حتى اجنبي غير ان من اسمه مثلا اخمن ان اسم الشخص ده اسم مصري. بس المميز قوي في الموضوع ولفت انتباهي، طب هو مفيش جنسيات تانية بتتكلم الماني بتشتغل كول سنتر؟ هم بس كلهم مصريين وبتاع. فدي لفتة مهمة خلتني ادور كده في دماغي ليه الموضوع دوت شغال في مصر كويس قوي دونا عن باقي الدول. وعلى فكرة انا بقالي هنا 10 سنين، بس الموضوع دوت مش موجود من زمان. الموضوع دوت تقدر تقول كده بقاله بين الاربع خمس سنين من بعد الكورونا 2021 2022، والموضوع بدأ يزيد جدا. ومن هنا لقيت ان في على الجانب الاخر موضوع الاهتمام بالناس تتعلم الماني في مصر كبر جدا، لان سوق الكول سنتر المصري بالالماني عمال يكبر واحده ورا الثانيه. وبعد بحث طويل لقيت ان الفكره كلها ان العالم كله الاقتصاد فيه رايح في داهيه، والشركات الالمانيه بتحاول ان هي توفر وتعمل اوت سورسنج لاي حاجه تقدر تعملها. يعني مش بس في مجال الكول سنتر، عندك مثلا شركه فولكس فاجن بتاعت العربيات، لقيت ان هي احسن لها حاليا ان هي تفتح مصانعها في حته تانية في العالم تكون الاجور فيها قليله وتقدر تصرف اقل. ومن هنا تيجي النقطه بتاعت مصر. المانيا مش هتلاقي حد احسن من مصر تقدر تنفذ فيه الموديل بتاع الكول سنتر، لان في مصر في قوه بشريه كبيره، وكمان فرق العمله كبير بين مصر والمانيا. حاليا وانا بصور الفيديو دوت اليورو كاسر سعر 56 جنيه، ففرق العمله دوت مخلي الشركات الالمانيه تقدر توفر اكتر من 50% من المصاريف اللي هتدفعها في الكول سنتر وتاخد جودة عالية جدا عن طريق الشباب المصري. لأن هنا في ألمانيا كمان في قانون بيقول إن الحد الأدنى للأجور هو 12 يورو في الساعة حاليا.
واحتمال يزيد في 2026 ل 15 يورو، في حين ان في مصر ممكن تدي للشخص بين ال 20 لل 30 ألف جنيه، وده حاليا ما يكملش مثلا ال 600 يورو، ونقول خلينا نوصلها 1000 يورو مع الفرق بتاع العمولات والشركة اللي هتبقى منظمة بين دوت ودوت. فتلاقي في الآخر فعلا إن في فرق حوالي 50% إن ما كانش أكتر لصالح الشركات الألمانية، ودي فرصة كبيرة جدا إن هي تقدر توفر. وبالنسبة لك أنت كواحد في مصر بتشتغل بلغة هتتعلمها في وقت وليكن سنة مثلا، وتشتغل بمرتب بين ال 20 و 30 ألف جنيه، فهي فرصة كبيرة جدا. ومن هنا يبقى عندك موضوع الوين وين، ألمانيا كشركات كسبانة، وانت كواحد في مصر عملتك مش أقوى حاجة بتكسب كتير منها، وتمشي في موضوع البيزنس دوت والدنيا تبقى تمام. وعشان كده هتلاقي ان البيزنس ده بيتطور جدا وبيزيد مع الوقت، لدرجة ان ممكن اوصل في يوم من الايام اللي انا دايما اكلم كول سنتر هلاقي حد مصري بيكلمني وبيساعدني في الخدمة او الطلب او السؤال اللي انا بسأل فيه. ده الكول سنتر، ويعتبر دي البداية لو انت ما عندكش اي حاجة خالص غير الالماني. لكن لو انت مثلا تعبت وشقيت عشان تخلص كليتك ودرست مثلا مجال طبي او درست هندسة او حتى درست في مجال الاقتصاد تجارة، ومش عايز تخسر اللي انت درسته دوت او يكون راح على الفاضي وتتعلم الماني وخلاص عشان الكول سنتر، فباللغة الالمانية انت بتفتح لنفسك باب كبير جدا اسمه المنح الدراسية في الدراسات العليا. ودي بيكون عندها شرطين، الشرط الاولاني طبعا ان انت يكون معاك لغة المانية، والشرط التاني يكون تقديرك حلو في الجامعة. فانت تعبت في الجامعة فعلا اهوت ومعاك تقدير حلو، تروح تاخد كورس الماني لمدة سنة، ساعتها هتقدر تقدم على منح كتير جدا وتقدر تسافر ألمانيا تدرس في جامعاتها القوية جدا، وكمان تاخد فلوس تصرف على نفسك بيها وانت بتدرس في الجامعة. كل ده علشان انت بس اتعلمت ألماني زيادة عن دراستك اللي انت درستها في السنين اللي فاتت. كمان حتى لو انت لسه مخلص ثانوية عامة ومعاك قرشين مستخسر انك انت تحطهم في جامعة خاصة، فانت تقدر تسافر ألمانيا تدرس باللغة الألمانية وتخش جامعة أحسن بكتير من الجامعات الخاصة، بس برضه هيكون شرطها إنك أنت مخلص لغة ألمانية، وزي ما قلت الفلوس اللي أنت مجهزهم للجامعة الخاصة تحطهم في حساب بنكي هيكون بتاعك، وتسافر ألمانيا تدرس في الجامعة هنا. ده كمان حتى لو أنت معكش فلوس تحطها في البنك علشان تقدر تيجي هنا وتدرس دراسة جامعية، فباللغة الألمانية برضو عندك الفرصة إنك أنت تعمل حاجة اسمها تدريب مهني، تيجي ألمانيا تدرس دراسة بين الجامعة وبين المدرسة مركزة أكتر على العملي، فهتكون ممتعة أكتر وبتاخد فيها مرتب وأنت بتدرس، وساعتها مش هتحتاج الحساب البنكي. فأنت مجرد معاك ثانوية عامة مثلا ومعاك ألماني، أنت تقدر تسافر ألمانيا تدرس برضو حاجة محترمة ناس كتير بتحبها، وهي أصلا التدريب المهني دوت هو المفضل عند معظم الشعب الألماني. يعني لو بصيت للإحصائيات هتلاقي إن معظم الشعب الألماني بيختار التدريب المهني عن الجامعة، لأن هو بيعلمك حلو قوي وبيجيب من الآخر. الحاجات ديت أنا بقولها لك كده بسرعة علشان وقت الفيديو، لكن أنا اتكلمت عنها بالتفصيل الممل جدا على قناتي. هتلاقي فيديوهات بتتكلم مثلا عن التدريب المهني، بتتكلم عن الدراسة ازاي تقدم بالتفصيل ده كله. فعشان وقت الفيديو قلت بس ايه عناوين كده وانت تقدر تخش تدور عليها بقى وتتفرج التفاصيل دي بتمشي ازاي. بس لو انت بقى محتار بعد كل الكلام دوت ومش عارف تاخد انهي طريق، فانا بقدم خدمة الاستشارة على الايميل اللي هيطلع على الشاشة ده دلوقتي. تقدر تبعت ايميل وحد هيرد عليك وتحجز معايا استشارة لمدة ساعة نتكلم فيها في كل التفاصيل اللي انت عايزها، ونشوف احسن خطة مناسبة لظروفك او الحاجة اللي هتطلع بيها احسن استفادة من اللغة الألمانية. فما تترددش، ادخل كلمني ونتكلم مع بعض ونشوف احسن حاجة ممكنة ليك. لو وصلت للحتة دي من الفيديو فانا اعتقد والله اعلم ان الموضوع بدأ يدخل دماغك وانت مهتم بقى فعلا بدراسة اللغة الألمانية. تعالى اقول لك من وجهة نظري كده بسرعة ايه الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتتعلم ألماني عشان تطلع اكبر استفادة ممكنة في اقل وقت ممكن. اول حاجة لازم تبقى عارفها وتحطها في بالك كويس انك انت محظوظ جدا انك قررت تتعلم ألماني في 2025 مش في 2015. بغض النظر انك انت لو كنت اتعلمت في 2015 كان زمانك دلوقتي معاك الألماني، بس الدنيا زمان في 2015 وقت ما انا كنت بتعلم غير دلوقتي في 2025. في 2015 انا ما كنتش اعرف مكان بيقدر يعلم ألماني كويس غير معهد جوتا، وكان فعلا ماشي بسيستم
ما يخرش الميه، وده كان مقارنه باي حاجه بره مختلفه عنه، لان البديل اللي كنت اعرفه عن معهد جوتا يمكن كان فيه المعهد النمساوي، وده كان موجود في القاهره بس. فانت لو انت من الصعيد او من اسكندريه زي حالاتي بره عن قصتك، او انك بقى تروح تاخد مع مدرسين مجرد بيعمل لك مجموعه ما تفرقش كتير عن درس الثانويه العامه. فالموضوع ده اختلف جدا عن 2025. في 2025 في بدل المكان المحترم في اماكن محترمه كتير تقدر تلاقيها وتمشي معاهم بمبالغ اقل بكتير من معهد جوتا وتطلع نفس النتيجه. بس تعالى اقول لك بقى على حاجات مهمه في المعاهد ديت عشان تعرف تختار المكان الصح من غير ما تضيع وقت على الفاضي وفي الاخر ما تتعلمش حاجه. بص، هو الموضوع بسيط وناس كتير بتطبقه، واعتقد معظم المعاهد اللي موجوده دلوقتي في السوق عارفه الكلام ده كويس، بس وجب التنبيه برضو ان لازم تشوف ايه الحاجات الموجوده ديت وتطبقها. اول حاجه ان الكورس ما يكونش كورس تلقين وبس، اللي هو زي الدرس كده زي ما قلت من شويه، لا يكون في ممارسه، بتتكلم مع زمايلك، بتعملوا انشطه، بتتكلموا الماني في مجالات او في الحاجات اللي الواحد هيتكلمها هنا في المانيا في الحياه اليوميه، وكمان بتلعب. يعني انت بتستمتع بالكورس، لان اللغه الالمانيه عشان اكون برضو صريح معاكم اللغه الالمانيه لغه ممله وصعبه ورخمه جدا، فلازم يكون في جزء من الاستمتاع وجزء كده لعب علشان تقدروا تكملوا في اللغه. تاني حاجه ودي مهمه، ان اللغه الالمانيه بتاخد وقت، فلازم المستوى الالماني تاخد فيه وقت ما يقلش عن شهرين ان ما كانش اكتر. يعني معهد جوتا المكثف فيه المستوى فيه 3 شهور، ومن اول مستوى البي 2 الالماني بيبقى 6 شهور. فاي كورس يقول لك انا هخلص لك اول 3 مستويات في الالماني مثلا في 3 شهور، ده كده زي ريد فلاج كده، بلاش تروح، علشان اولا هيكسب جامد جدا ومعظمنا عنده مشغوليات وعنده حاجات تانية في حياته. فكورس لازم يكون على الاقل 2 شهرين في المستوى. دي نصيحتي. بالنسبه لمذاكرتك بقى، فعندي ليك بقى شويه نصايح تركز فيهم جدا جدا، عشان مهما كان المكان اللي بتتعلم فيه الماني كويس، لو ما اخدتش بالنصايح ديت تعليمك مش هيكون باحسن شكل. اول واهم نصيحه ان الالماني ما بيتاخدش بالكوم. يعني ما تقوليش ان انا هقعد اذاكر في اليوم 10 ساعات 20 ساعه، الكلام دوت ما ينفعش. اللغه الالمانيه محتاجه انك انت تاخد قدر بسيط او قدر معين في اليوم بتاع النهارده مثلا، وتسيب نفسك تستوعب الحاجه اللي انت اتعلمتها، وبعد كده تخش في اليوم اللي وراه تذاكر برضو قدر بسيط، وهكذا علشان تستوعب اللغه. ما تبقاش حطيت كميه كبيره ومجهود كبير وفي الاخر ما لقيتش نتيجه كبيره. وهو ده اللي بيحصل مع ناس كتير، بيبقى عندهم حماس كبير قوي في بدايه اللغه ان هو يذاكر كتير، ويلاقي نفسه مستواه ما بيزيدش، خلاص يبقى انا كده فاشل ما بعرفش اتعلم لغات، وبيستسلم وما بيكملش. فقدر بسيط في مده كبيره احسن نتيجه. الحاجه التانيه انك انت في الوقت اللي انت ما بتذاكرش فيه الماني وعايز تشغل دماغك شويه في الالماني، انك انت تملى كل حواسك بالالماني، سواء كتابه، سواء انك انت تتفرج على فيلم بسيط او كرتون بالالماني، تقرا مجله بالالماني، تسمع بودكاست الماني. المهم يكون في مستواك عشان ما تتعقدش برضه. دي من الحاجات اللي هتخليك تعيش اللغه وتبدا تتاقلم عليها، عشان لما تيجي تشتغل بيها او انك انت تعيش في المانيا يبقى انت معاك لغه حسيتها قبل كده، مش كله بتتعلمه بشكل نظري وفجاه تنزل الحياه الواقعيه وتمارس اللغه تلاقي نفسك متكتف او تعبان. ودي حتى الحاجات ديت هتفيدك جدا لما تيجي تعمل امتحانات اللغه، لان امتحانات اللغه مش بتقيس انت حافظ كام كلمه، هي بتقيس انت بتعرف تسمع كويس وبتعرف تكتب كويس وبتعرف تقرا كويس وبتعرف تتكلم كويس. يمكن الكلام هتبقى صعبه شويه، بس لو عملت بقى النقطه اللي وراها اللي هي النصيحه الثالثه بتاعتك هتقدر تمارس برضو الكلام، وهي انك انت يكون ليك واحد صاحبك بتتقابلوا كتير ويخوض معاك التجربه. حاول وانتوا بتقعدوا مع بعض تتكلموا في اي حاجه في الدنيا، لو عرفت تقول الجمله اللي انت عايز تقولها له بالالماني قولها له بالالماني وهو يرد عليك بالالماني برضو. دي ممارسه حلوه جدا وهتحسن من الاكسنت بتاعتك او طريقه الكلام، لان برضو انت وانت بتتكلم الماني انت ما بتبقاش فاهم او عارف انت لهجتك كويسه ولا لا. بس اهم حاجه في اللهجه عامه انك انت تكون مفهوم،
مش لازم تتكلم زي الالمان بقى والجيرمان اكسنت والكلام الفاضي ده، لا هو انت بتتكلم الماني بشكل مفهوم. بس كده، ده فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون مفيد ليكم. وبالنسبه لنصايح مذاكره الالماني انا ممكن ابقى اعمل فيها فيديو كامل افسر بالتفصيل ممكن الواحد يعمل ايه عشان يحسن من اللغه الالمانيه بتاعته، وان كنت اخر واحد ممكن يقول فيديو زي ده، بس هنقل لكم تجربتي برضه. قولوا لي في الكومنتات لو عايزين فيديو عن الموضوع ده. بس كده، ده فيديو النهارده. اللي عجبه الفيديو يعمل لايك، واللي لسه اول مره يشوفني يعمل سبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.